السلام عليكم. ده الفيديو السادس في القناة بتاعتنا. هوريك برضو ازاي تعرف تحول العملات بالنسبة للناس اللي عايزة تعرف سعر اليوان الكوري بيعادل كام بالمصري او بيعادل كام بسعر الدولار زي ما انت عايز. مبدئيا انا هفتح كده انكار، ما شرحنا فيديو قبل كده. هفتح اي عربية بس على انكار اشوف الايه، اجيب كمثال كده معايا. مبدئيا اي عربية دي مثلا لما بتفتح انكار اهي السعر 13 مليون و900 وان. طبعا في هنا التكلفه الاجماليه بتلاقيها ازيد شويه. التكلفه الاجماليه دي المعلومه اللي وصلت ان دي الزياده بيكون نتيجه انها بتنتقل من واحد لواحد، نقل الملكيه والكلام ده داخل كوريا. لكن بالنسبه للي في للتصدير ضيف على السعر ده 300 ألف وان، يعني ده 13 مليون 900 أضيف له 300 يبقى 14 مليون و200. طيب هحسب السعر ازاي بقى؟ اروح اجيب جوجل واكتب واجيب اسعار العملات اللي هي بتاعت جوجل. دي حسبة العملات بتاع برنامج جوجل. انا دلوقتي هحول بين ايه لايه؟ من اليوان الكوري. انزل كده دور في قائمة العملات دي، هتلاقي اليوان الكوري جنوبي في الاخر خالص اهو. ده اليوان الكوري الجنوبي. انت عايز تحوله لايه؟ لدولار ولا جنيه مصري؟ انا هديك مثال مثلا بالدولار. دولار هنزل تحت هنا لما ادور على دولار يو اس اي او يونايتد ستيتس دولار، هي مكتوبه في حرف اليو تقريبا. يونايتد ستيتس دولار ما جبناش اهو. ده عمله امريكا. انا عايز احسب العربيه بالدولار. انا قلت العربيه دي سعرها كام؟ احنا اتفقنا ان دول فوقهم 300 الف وان. 300 الف وان ضيف عليهم 13 مليون و900 هيبقى 14 الف و200. اكتب هنا 14 200 1 2 3. طبعا السعر كده لا، ترجع السعر تاني 14 200 الف. ده السعر، ده السعر اللي بالدولار 14200 في صفر زيادة عشان برضه هي هتطلع تقريبا 10000. معذرة، هي فعلا 10256 دولار 63. ده السعر اللي هو بالدولار. طيب عشان الناس تعرف بالجنيه المصري، طبعا هو بيحسب على سعر اللي هو معلن في البنك المركزي المصري اللي هو بتاع اليوم، ما ليش علاقة بقى بالأسعار التانية. ابقى اروح على حرف الاي اقول له اخير دي اخليها ايجيبشن باوند بالترتيب كده. ايجيبشن باوند الجنيه المصري اهو موجود معايا. طبعا السعر هنا بالجنيه المصري اهو كام؟ 249164 39. ده سعر العربيه داخل كوريا. بيزيد بعد كده عليك سعر الشحن. سعر الشحن انا قلت من البدايه ان شاء الله ان احنا بنوفر ان نجيب حاجه كونتينر، ان الكونتينر يشيل 5 عربيات، وربنا يقدرنا فعلا ونقدر نجمع 5 في 5 كده. ال5 عربيات الكونتينر ممكن في ناس قالت 5.5 وفي ناس قالت 6. هنحسب مثلا على متوسط 6. لما نوزع 6000 دولار على 5 عربيات، يعني كل عربية هتدفع لها تقريبا كل عربية تدفع لها 1200 دولار. طبعا لو احنا اتكلمنا في الناس يقول لك الشحن رورو والكلام ده، هي الرورو العربية بتخش على المركب كاملة. الكونتينر بيخش العربية بيتفك منها تقريبا العجل بحيث الكونتينر ياخد يسع ال5 عربيات. على ما اعتقد فك العجل ما هوش مشكله يعني في الكلام ده. في ناس برضو يقول لهم راي شخصي ان الكونتينر بيشيله بيطلع العربيات من جوه، كلارك هو اللي بيطلعها والكلام ده ممكن يجرح العربيه. والله متروك الحريه للجميع، اللي عايز كونتينر ده هو اللي هيكلف، اللي عايز رورو هو اللي هيكلف. اللي احنا بنشوف الاجود والارخص، وفي عربيات كتيره جدا بتنزل كونتينر ومفيش اي مشاكل منها بالنسبه لموضوع الكونتينر ده. بس فكره ازاي انك تحول اي مبلغ اي عربيه من اليوان الكوري. نفس الكلام برضه لو انت مثلا عايز تحسب مثلا من الموقع الالماني باليورو. اليورو هتلاقي العمله اليورو موجوده هنا. اليورو موجود هنا.
انا طبعا اسمه بالانجليزي ما عرفش اوصل له بسهوله، فجبتها عربي تاني عشان اعرف اوصل له. هو في الاخر خالص اهو اليورو، وتكتب هنا طبعا جنيه مصر، حرف بدأ بحرف الاي، ايجيبشن باوند. اكتب بقى المبلغ مثلا هنا مثلا 10000 يورو مثلا. 10000 يورو ده المبلغ بالجنيه المصري بتديني 243114 و83. ده المبلغ اللي انت هتدفعه بالجنيه المصري بالنسبه للعربيه مثلا على ارضها ب 10000 يورو. يعني من خلال حاسبه جوجل، طبعا مش دي الآلية الوحيده ان انت تحسب السعر، عادي في عندك الحاسبه بتاع الموبايل، محول العملات بتاع الموبايل بتاعك، اي طريقه. انا بقول انا جبت طريقه سهله ان ممكن الناس توصل لها بسهوله من على الكمبيوتر. ده محول العملات بتاع جوجل وعليه كل العملات، عايز تحول من اليوان، عايز تحول من الجنيه للجنيه، زي ما انت عايز تقدر تحول عليه. ان شاء الله هيكون لنا فيديوهات تباعا بقى بكل التفاصيل اللي تتم، اذا كان في تعاقدات، اذا كان في الكلام ده. وان شاء الله انتظروني قريبا باذن الله، يكون في عربيات فعلا جت من خلال الجروب باذن الله. السلام عليكم.